الكلمة الآن لمندوبي الجزائر. شكرا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس، نود في البداية أن نشكر المنسق نائب المنسق الأكبروف على ملاحظاته المهمة والتي جاءت بالفائدة. السيد الرئيس، مر عامين على قصف دون هوادة وتجويع وخطر بالتطهير العرقي وعدوان يهدف للإبادة، وشعب فلسطين في غزة بدأوا بعد هذين العامين وأخيرا بأن يروا بصيص أمل أو لحظة يشعر فيها بالراحة. هذه لحظة حساسة ولكنها تحمل بذرة الأمل، أملا بحياة كريمة، أملا بمستقبل مبني على العدالة، أمل بتحقيق ونيل حقهم المشروع بقيام دولتهم. وهنا نرحب بالجهود الدؤوبة التي بذلتها الدول الوسيطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، والتي ساهمت بإخلاصها في تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين. ونعرب عن دعمنا لجهودهم المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار ولضمان أن تصل المساعدة الإنسانية كل ركن في غزة دون أي تأجيل ولا عراقيل. أدعو كل الأطراف لتنفيذ التزاماتها، وذلك بالحفاظ على وقف إطلاق النار واحترامه وضمان وصول المساعدة الإنسانية بلا عراقيل بمشاركة الجهات الفاعلة الإنسانية ذات المصداقية، بما في ذلك وصول الأونروا لأنها تعتبر أساسية في إطار جهود الأمم المتحدة. وهنا نذكر بواجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، كما جاء الرأي الاستشاري الذي صدر على محكمة العدل الدولية بالأمس ليؤكد عليه. إن شعب غزة بحاجة للاستراحة، هم بحاجة للوقت ليتعافوا، وهم بحاجة لإعادة بناء ديارهم، هم بحاجة لإعادة فتح أبواب مدارسهم، هم بحاجة ليعودوا إلى الحياة الطبيعية. إن حجم الدمار يتعدى الخيال، وإن الثمن الاجتماعي والبشري باهظ جدا. المئات من الآلاف شردوا، الأسر هشمت، الأطفال بلا فصول دراسية، والبطالة في مستويات غير مسبوقة. إعادة إعمار غزة يجب أن تصبح مهمة جماعية، فهي تحتاج لتعبئة المجتمع الدولي تعبئة كاملة تستهدي بالتضامن والرحمة ورؤية لإقامة العدالة. الجزائر ستتحمل حصتها من هذا الجهد، ولكن إعادة إعمار غزة عليه أن لا يتوقف عند الأسمنت والحجارة، بل عليه أن يفتح آفاقا سياسية، آفاق تؤدي إلى إحلال سلام عادل ودائم، سلام يجسد في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. لا يمكن تجاهل الفلسطينيين أو عدم الاكتراث بهم. سيدي الرئيس،
مع كون التركيز منصبا على غزة وعلى وجه حق، إلا أننا في الوقت نفسه لا يمكن لنا أن نتجاهل التطورات المفزعة في الضفة الغربية. أن تصويت الأمس في الكنيسة الإسرائيلي بتقديم مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية يكشف مرة أخرى طبيعة الاحتلال الاستعمارية. هذا يشكل محاولة صريحة لإضفاء الشرعية على المستوطنات في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. تندد بلادي وبشد العبارات بهذه الأفعال، وندعو المجتمع الدولي وخاصة هذا المجلس لتحمل مسؤولياته في صون آفاق حل الدولتين، حل يكون عادلا وقادرا على البقاء. أن التوسع المستمر في المستوطنات، عنف المستوطنين، وتدابير الضم كلها تهدد جهود السلام وتهز أساس الدولة الفلسطينية المنشودة. هذه الأفعال تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وتأتي لتتنافى وإرادة المجتمع الدولي الذي أكد بوضوح على دعمه لقيام دولة فلسطينية عبر موجة عارمة من الاعترافات بهذه الدولة. المطلوب الآن يا سيد الرئيس هو إطلاق عملية سلام تكون عملية جدية وذات مصداقية وبأطر زمنية، عملية تؤدي ودون أي تعطيل ولا لبس إلى إقامة دولة فلسطين. إن العودة إلى الوضع القائم ما قبل 7 أكتوبر أمر مرفوض. العودة إلى الحصار مرفوضة. العودة إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم مرفوضة. الفلات من العقاب وعدم الاكتراث بالقانون الدولي مرفوضين. العدالة، الحرية، السلام والكرامة لشعب فلسطين ليس مجرد ضرورة، بل هو حاصل لا محالة. وشكرا. أشكر مندوب الجزائر الموقر على هذا البيان.